لو عايز تبقى بني ادم مكسور وملكش قيمة، بس يا سيدي اعمل اللي انا هقولهولك بالحرف. تصحى كل يوم الصبح تدور لنفسك على شماعة فشل تعلق عليها أسباب يأسك وفشلك، وكل يوم شماعة مختلفة. مرة أصل الظروف صعبة، مرة أصل الدولار علي، مرة أصل مفيش شغل، مرة أصل أهلي أصحابي الناس اللي حواليا بتكرهني، مرة أصل أنا يأس وحظي وحش. وكل يوم نوع عشان تبعد السبب عنك. أنت ما بتعملش حاجة غلط، أنت شماعة اليأس والفشل دي هي اللي مش مخليك إنك تتحرك. تاني حاجة، تابع الناس التافهة في حياتك، وعايزك تمشي في وسط الناس تنتقد العالم كله. انتقد ايوه الناس كلها، كل الناس بتعمل حاجات غلط وانت الوحيد الصح. انت رأيك اللي صح، محدش بيفهم غيرك. كل الناس بتعمل مليون حاجة. امسك الفيسبوك كومنتات على كل الناس، هجوم شرس غير مبرر، اصل انت اكتر واحد بتفهم في الكوكب. وتالت حاجة ودي المهمة قوي، حاول بقدر الامكان ان انت تحافظ على نسختك دي. النسخة بتاعتك دي 10/10، اوعى تغيرها، هي اللي هتوصلك لاحسن مكان في الدنيا. النسخة بتاعتك بعيوبك وبمميزاتك خليها معاك مليون سنة، لان هي اللي هتعمل لك قيمة في وسط الناس. طبعا ما انتش عاجبك الكلام اللي انا بقوله، والكلام ده حتى لو انت بتسمعه انت متأكد ان انت مش هتعمله، لان ربنا سبحانه وتعالى خلقك في احسن صورة، خلاك خليفة في الارض، وان انت لازم تبقى بني ادم قوي، وانت اتولدت اصلا وجواك ان انت لازم يبقى ليك قيمة في المجتمع، وان انت رغبتك هتخليك تعمل عكس الثلاث حاجات دول، لان انت استحالة يبقى مالكش قيمة، ومش هتقبل على نفسك ان انت ما يبقى لكش قيمة، ومش هتقبل على نفسك ان انت تبقى بني ادم ضعيف. صدقني نفس الوسط اللي حوالين كل الناس هو حواليك. في بني ادم بيدور على مليار شماعة فشل، وفي بني ادم بيغمض عينه عن كل حاجة وحشة بتخليه ما بيتحركش لقدام، وعمال يحارب ويقاوح ويموت نفسه، لان ربنا سبحانه وتعالى خلق جواه بني ادم عايز كل يوم يخلق لنفسه 1000 قيمة. انت ليك قيمة، واوعى تسمح لنفسك ان انت يبقى بني ادم ملكش قيمة. انت كبير قوي وغالي قوي جوه نفسك.